انفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني بفوزه الكبير على ضيفه ريال سوسيداد ب4 أهداف دون مقابل. الفريق الكتالوني استفاد من تعثر غريمه ريال مدريد ليعتلي ريادة الترتيب. اقتربت ساعة الجد وأخذ الأنصار مقاعدهم في مدرجات ملعب مونتجويك، وكلهم أمل في أن يحقق فريقهم انتصارا يحافظ به على صدارة الليغا منفردا. ريال سوسيداد خصم عنيد أطاح ببرشلونة ذهابا بهدف، ورغم 7 غيابات مؤثرة في صفوفه لن يدخر جهدا في مقارعة النادي الكتالوني. القائد أراوخو قدم آخر النصائح والتوصيات قبل صافرة البداية، بداية كشر فيها القادمون من إقليم الباسك عن أنيابهم سريعا بوصولهم إلى شباك تشيزني، غير أن قرار التسلل حرمهم من ذلك. برشلونة بضغطه العالي كاد أن يسقط الحارس في المحظور، لكن كرة بيدري علت المرمى بقليل. نقطة تحول المباراة كانت في الدقيقة 16 التي عرفت إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه إلستوندو لاعب ريال سوسيداد إثر تدخل عنيف على داني أولمو. نقص عددي استغله برشلونة وسجل الهدف الأول عند الدقيقة 25 عن طريق جيرارد مارتن، وبعدها ب4 دقائق فقط سجل زميله مارك كاسادو الهدف الثاني لينهي النادي الكتالوني النصف الأول على إيقاع تفوق واضح. لم يكتفي رجال هانز فليك بالثنائية ودخلوا الشوط الثاني مصرين على توسيع النتيجة. تحقق لهم ذلك عندما سجل رونالد أراوخو الهدف الثالث في الدقيقة 56، وبعدها ب4 دقائق فقط سجل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرابع لبرشلونة. برشلونة أنهى السهرة متربعا على كرسي صدارة الليغا بفارق نقطة عن أقرب المطاردين، قبل التفرغ للاستحقاق القاري في منتصف الأسبوع بمعنويات تعانق السماء. نعم، سعيد جدا بالمباراة التي قدمناها. في الواقع كان مهما جدا اليوم أن نفوز من أجل أن نعتلي الصدارة مجددا، وسعيد جدا لأن الفريق قدم عملا رائعا وكذلك لأننا استعدنا الصدارة مرة أخرى. سعيد جدا بالهدف وأن أساعد الفريق. أتيت من إصابة طويلة وكنت أحاول أن أكون هادئا وأن أسير خطوة بخطوة، وكنت أثق بنفسي كذلك وكيف أساعد الفريق، وكذلك مسرور جدا بأن أشارك وأحظى بهذه الدقائق. أنا سعيد للغاية، لقد كان فوزا مهما. كنا نعرف أن الوضع سيتغير بعد حالة الطرد، هذا جزء من اللعبة وواجهنا مثل هذا الوضع من قبل. لعبنا بشكل جيد وأنا سعيد جدا بالأداء. أنا سعيد كذلك لأننا شاهدنا أهدافا من لاعبين صغار، هذا أمر كبير بالنسبة لهم، كما أنهم جميعا ظهروا بشكل جيد للغاية، والأهم من كل ذلك أنهم يتمتعون بالإيقاع والانسجام، أي أن اللاعبين الذين يتواجدون على الدكة يستطيعون اللعب دائما. أعرف أن بعضهم لم يحصل على الدقائق الكافية للمشاركة، لذا علينا أن نوازن الأمور لأن الجميع يحتاج أن يكون في نفس الدرجة من الكفاءة واللياقة. لذا أنا سعيد أن لدينا الآن لاعبين أكثر في كامل الجاهزية بشكل أكبر مما كنا عليه في بداية الموسم.